نصيحة إلك وإلها. لما علاقتكم تكون كتير حلوة في البدايات وعايشين أسعد الأيام واللحظات، وفجأة يتغير عليكم الحال، إياكم تسمعوا نصيحة حدا أو تعرضوا مشاكلكم على حدا، لأنه على طول نحن ممكن نسمع نصيحة الغير بإذن المحبة، بس ما تكون نصيحة بناءة، إنما تهدم علاقة أكثر. أول شيء بنقال أي علاقة فيها شوائب اقطعها أبدا. اللي بحب عن جد وعلاقته متينة عن جد ما بيقطعها من أول التشوش، بالعكس تماما. ما بيقول هالكلام إلا إنسان ما حب من جوا صح، أو إنسان قليل الإرادة. نصيحتي لإلكم أول شي بتساووه كسروا الروتين، كسروا روتين الحياة. خد حبيبتك سفرها، مو قادر خد لها فندق لو ليلة، مو قادر لملها الزوادة وهود انت وياها ان شاء الله حديقة شعبية. افتحوا موبايلكم لذكرياتكم القديمة، شوفوا صوركم وانتم مبسوطين وسعداء. وإياكم ثم إياكم كلمة كنا. قولي لحبيبك شوف صورتك هون، ضحكتك لحديت الآن فرحة بقلبي. قول لحبيبتك شايف نظرة عيونك هون لحديت الآن هي سكني. ونصيحة هالزمن هذا إذا لقيت إنسانة بتحبك صح تمسك فيها كتير، لأنه هي بتحبك من هون، بتحبك من قلبها. ياما بنات بيحبوا بالحكي واللسان بس، وإياك تستغل ضعفها قدامك، إياك تستغل حبها لإلك، إياك تعاقبها بحاجتها لإلك، لأنه لو ما شافت فيك رجل ما تمسكت فيك. لو ما شافت فيك رجل وحبتك ما سلمتك أغلى ما تملك، روحها، قلبها، نفسها، جسدها. ولا تترك، إياك تخلي لمفرقات الحياة هي اللي تتحكم بعلاقتك، وهي اللي تحددها، تبنيها أو تهدها. وأولا وأخيرا نصيحة من رزان لكم، كونوا صرحاء مع نفسكم وتصالحوا مع نفسكم قبل ما تتصالحوا مع الطرف الثاني، لأن اللي ما بيتصالح مع نفسه عمره ما حيعرف يتصالح مع الغير. وبرجع بقلكم الحب هالأيام فرصة اللي لقى شريك يتمسك فيه، لأنه هالأيام اللي بيروح ما بيرجع. اللي هلأ حبك من قلبه، مواقفك إذا قسته ما حترجع تحمله. وصلنا لزمن انت موجود اهلا وسهلا، حبيت تبعد الله معك، والبديل على طول حاضر. والله يسعدكم. ونصيحة صغيرة بتمنى تصل لعقولكم وقلوبكم ولأذانكم بس. تحياتي لكم ومحبتي رزان.